السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نقدم معكم الدجاج مدغمر على طريقة العراسات. عندنا 3 دجاجات من الوزن الصغير، عندنا قزبر ومعدنوس، عندنا حامضة مصيرة، عندنا سكينجبير وربعة ديال الفصوص ديال الثوم، عندنا الابزار، سكين خرق ومعرق، وعندنا سكينجبير عفوا جوج دامات ديال الزعفران، ممكن ديروا زعفران شعراء، والسمن معلقه ديال السمن، وراس الحانوت والملحه. هنايا راني مشيت وزيت زيتون. هنا مشيت غسلت الدجاج مزيان مزيان ونقعته في الملحه. هنا صافي غندير ديك العطريه كلها في الخلاط الكهربائي، كلشي داكشي غنديرو، الثومه الابزار العطريه صافي، والحامض حتى هو مصير. كما كتشوفوا هنا راه درت دوك العطريه كلها، القزبر معدنوس الثومه الحامض مصير، وصافي غنمشي باش نضيف عليهم الزيت ونضيف عليهم واحد الكويس ديال الماء، وغادي نمشي نديرو في الخلاط الكهربائي يتخلطوا مزيان مزيان ويطحنوا، ونرجعوا باش نقدو به الدجاج. صافي كما كتشوفوا هنايا مشينا باش درنا هذيك العطريه كامله كما كتشوفوا، باش تطحن وتخلط. ضروري من هذه المرحله البنات، هكا باش دوك المكونات كامله تجانس مع بعضياتها وتدخل لينا في الدجاج وترقد لينا وتشرمل لنا الدجاج مزيان مزيان. المهم غنمشيو دابا باش نكبوا داكشي كله على الدجاج اللي غسلنا من قبل. البنات كما كتشوفوا بعد ما غسلنا الدجاج كما قلت لكم مزيان مزيان في الملحه الملحه عفوا والحامض، وخليتهم مرقدين بزاف بزاف، باش هكا داك اللحم ديالهم يجي طري وداك الصدر يجي فتي. كما كتشوفوا هنا دجاجات راه صغارات ما واصلين 2 كيلو. كاين داك اللي لقيت عنده يعني اصغر وحدين خديتهم كيلو 700 كيلو 800، المهم ما واصلينش 2 كيلو. ديما البنات الدجاج اللي نبغيو نحمروه يعني ضروري خصو يكون صغيور. المهم دابا هنايا راني مشيت خديت داك الموس او الخضر كيغدو الموس، وتكو هذاك الصدر ديال الدجاج، وكبيت هنا العطريه، وغادي نمشي باش نشرمل بها هذوك الدجاجات مزيان مزيان. وكما خليتو الدجاج مرقد في هاد العطريه كيما مزيان كيدخل وكيتشرب، كيجينا داك الدجاج مشرمل ولذيذ، وفي نفس الوقت كيجينا داك الصدر يعني فتي وزوين. المهم كما كتشوفوا يعني غندير ديك العطريه بين في الداخل ديال الدجاجات وبين اللحم وجلده. صافي وغادي نمشي نستمر هكا ونخليهم كما قلت لكم على الاقل، على الاقل واحد المهم لو ماكسيموم كيما خليتهم كيما مزيان، خصوصا كاع الا بيتهم كاع خلاص وحسن، يعني كيجيو مشربين وكتجي واحد اللذه يعني زوينه. ومهمه هاد القضيه ديال اننا نخليو الدجاج مرقد في هاد العطريه. صافي دابا كيما شفتوا دابا راني دخلت لهم داك العطريه مزيان مزيان، وغادا نمشي نخليهم هكا مرقادين، من بعد غنرجع المراحل ديال الدجاج ديالنا. دابا راه شديت دوك الدجاجات يعني حزمتهم من الرجلين ديالهم كما كنعرفوا دائما كندخلوهم للداخل هكا ما يتحلوش معانا على هاد الطريقه هادي. المهم البنات شديت هذاك غنرمي معاهم دابا ديك الكنيزات ولا دوك داك العنيقات، غنرميهم كمرحله مع الاول، يعني من الاول غنرميهم. صافي كما كتشوفوا راني درتهم في الكوكوط، وغادا نمشي درت لهم هذيك العطريه ديالهم، غادا نخليهم يتشرملوا شويه في ديك العطريه كما كتشوفوا. عاد غادا نمشي ناخذ البصله نقطعها ونضيفها معاهم. باش ناخذ واحد 3 ديال البصلات، غادا نمشي باش نقطعهم. نحاول نقطعوهم يعني يكونوا رقاقين. صافي هنايا درنا الدجاج ديالنا كما كتشوفوا، كنديروا على صدرو بعد ما شديناه صافي، وكنخليوه كيتقلى شويه، عاد كنمشيو نضيفوا ليه هذيك البصله اللي عندنا.
صافينا البنات كما كتشوفوا بعد ما قطعنا وشلضنا هذيك البصله، راه حنا مشينا ضفنا على داك الدجاج. صافي غنخليوها كيتشرمل معاها تذوب شويه البصله، عاد نمشيو نضيفوا الماء. ملي عنده الطنجره، ديك الطنجره من الاحسن يعني يديرها. انا عندي كوكوط، انا درت غير الكوكو. صافي وهنا كما كتشوفوا البنات بعد ما صافي هذيك البصله طلقات الماء ديالها وهذاك الدجاج بدا كيطيب وديك البصله بدات كتذوب. صافي هنا ما احتاجيتش بزاف ديال الماء، تقريبا شي كاس ونص ديال الماء اللي ضفت. صافي وغنخلي هادشي يطيب مزيان مزيان. صافي البنات هنايا بعد ما طاب لينا داك الدجاج مزيان، واحد النصيحه واحد المرحله اللي بغيت يعني ما تنسوهاش، هي ان ملي كيطيب الدجاج ما تمشيوش ديك الساعه تهزوه وتحطوه في الطاوه اللي غتدخل الفران. لا، حلوا عليه الطنجره ولا الكوكوط ولا فاش طيبتوه نتوما، وخليوه شويه حتى كيجمع راسو هكا باش يسهل عليكم. وكيجمع راسو يعني ملي كتبغيو تهزوه ما كيتفصلش معاكم. اما الا كان باقي سخون وهزيتوه ديك الساعه يعني حاول يقدر يتفرق لكم الصدر على الفخاد وداك الشيء. المهم البنات يعني ضروري من الطريقه هذه. المهم هنايا انا احتاجت واحد المعالقه ديال السمن، واحد المعالقه ديال الحار بودره. صافي مشيت خلطتهم مزيان، دهنت بهم هذاك الدجاج اللي خرجت، وغنمشي دابا نحطو حتى الوقت اللي غنبغي نحمرو. عاد غندخلو اني دابا غندوز باش نقاد الدغميره اللي باقا، غنمشي باش ندوز باش ندغمرها. المهم ها نتوما معايا حتى نكملوا المراحل كلها ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات داك لاصوص من بعد ما حيدنا منه الدجاج كيبقى على هذا الشكل هذا. غادا نمشي دابا باش نردو، نضيف عليه الزيتون والحامض مصير، وغنمشي نردو فوق البوطه حتى يتدغمر لينا مزيان مزيان. وها نتوما معايا تتشوفوا الطريقه. وغنضيف عليه يا البنات بعد ما رديت داك لاصوص كتدغمر، دابا غادا نمشي باش نقطع هذوك الكبيدات كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، طريفات صغيورين. وغادا نمشي باش نديرهم في الماء ونسلقهم واحد شويه، ماشي بزاف غير طلع فيهم الغليه. صافي وغادي نمشي نحيدهم من فوق البوطه، وغنمشي نضيفهم على ديك لاصوص اللي هذيك لاصوص اللي درت. وغادا نخلي كلشي يتدغمر، وغادا نبقى مع التحراك مره مره حتى هذيك لاصوص ديالنا كتعقد يعني كتلبى وكتجي زوينه بزاف بزاف. المهم هانتوما معايا ان شاء الله حتى نكملوا المراحل. كما كتشوفوا هنا غادا نمشي نضيفها في الكاسرونه، وغندير ليها الماء، وغنديرها كما قلت لكم تطلع فيها الغليه، ونضيفها على لاصوص. كما كتشوفوا لاصوص ديالنا بدات كتدغمر، مازال ما نشفاتش كما باغا انايا. المهم راه ضفت عليها ديك الكبده، ودابا غنبقاو نستمروا في التحراك ونخليوها فوق البوطه حتى كتنشف معنا وكانت هذه هي الدغميره ديالنا البنات. كتجي على هذه الطريقه هذه وعلى هذا الشكل هذا. صراحه البنات راه كتجي لذيذه لذيذه لذيذه. يعني ما نقول لكمش المذاق كيف داير. كما كتشوفوا انا خليتها تشربات مزيان مزيان، ضروري من هذه المرحله البنات. المهم نمشيو دابا ان شاء الله باش نقدموا الدجاج. واكيد الا جربتوا هذه الوصفه راه غادي تعجبكم بزاف.
كان هذا هو الطبق ديالنا او الدجاج المدغمر ديالنا. صراحه البنات راه كيجي لذيذ بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو هاد الوصفه هذه مع الاصحاب والاحباب ديالكم. واللي اول مره غيشوف القناه ما ينساش يشترك في القناه والضغط على الجرس باش يتواصل كل جديد. السلام عليكم والى اللقاء ان شاء الله مع فيديو قادم.